أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. النهارده حبيت اشارك معاكم فيديو بسيط كده من يوم قضيته، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير وسعادة وفرح، وربنا يا رب يفك كرب كل مكروب يا رب العالمين، ويفرج على كل مهموم يا رب. ادعوا لبعض كتير، وزي ما بقول لكم ادعوا لنفسكم كمان كتير، ولاولادكم ولذريتكم وكل احبابكم، حتى اللي تعرفوهم او اللي متعرفوهمش. ادعوا دعوة عامة بحيث ان ربنا باذن الله يستجيب ليكي ويستجيب لغيرك، وتبقى يعني الدعوة من القلب فعلا طالعة ليكي وللغير، بتبقى ان شاء الله باذن الله ثوابها اكبر بكتير. ربنا يا رب يعزكم ويبارك فيكم، ويجعلنا كده دايما مصدر رزق لبعض في الخير وفي الثواب، ونشجع بعض على كل عمل طيب. حبيت يعني ابدا معاكم البداية البسيطة دي في يوم صباحي كده. كنت نشيطة بقى ومليانة طاقة وعايزة اشتغل حاجات كتير، ومسكي كانت نايمة الحمد لله، فانا كنت منيماها بقى في غرفة تانية عشان اعرف ارتب الأوضة دي واروقها واعمل اللي عليا. بصوا بقى، دول حاجات طلبتهم اونلاين من بيج او جروب حلوة قوي لحاجة الكروشيه. ده شال لمسك اهو، صغنن وعسول قوي قوي. هوريكم بقى بتاع ماسة، هو شبهه بالظبط، بس طبعا اختلاف المقاس عشان ماسة تبقى مكاسيها شوية، بيبقى نازل لحد تحت البطنة على طول، يعني مش لحد تحت خالص. الحلو بقى اللي هو بيبقى حلو جدا جدا الجروب ده. لحاجة الكروشيه بصراحة اي حاجة بتطلبيها من شيماء صاحبة الجروب ما شاء الله بتعملها بجد، يعني وريها اي صورة لاي منتج. بصوا هي اللي عاملة لي التفاصيل دي، البروش كده على الصدر، وكمان الرباطين بتوع فتحة الرقبة اهم، مدلدلة منهم الدلدلتين العسل دول. هفتح لكم النور عشان تاخدوا بالكم من الدرجتين. بصوا بقى بتاع ماسة لونه كشمير غامق شوية وفي اطراف ابيض. طبعا لو انت عايزة اي لون بينفع ماسة، او يعني الاطفال عندي عموما في الشتاء، انتوا عارفين اسكندرية الجو عامل ازاي، فالدنيا بتبقى ساقعة شوية، فبيبقوا محتاجين قطعة فوق اللبس. فكانت دايما مسا تقول لي انا عايزه روب، اشمعنى انتي بتلبسي روب فوق اللبس لما بتبقي سقعانه؟ فقلت لها بصي انا عندي حاجه احسن من الروب، لان انا عارفه الاطفال في الروب هياخدوه لعبه، يفضلوا فاتحين قافلين يقلعوه يلبسوه. الشال حسيته هيبقى محكم اكتر، وهتنسى ان هو عليها لان مش متقيد بحاجه. فاهمين ازاي؟ لبسته المسك ده على فكره الاتنين، يعني مسا ومسك لبسوهم، بس الجو لسه شويه عليهم كقطعة إضافية. طبعا الآيس كاب عشان لما باجي أنزل أجيب الولاد من الباص بلبس ماسك الآيس كاب والشال، وده الآيس كاب بتاع ماسة. عايزة أقول لكم إن هي بتعمل الحاجات دي برضو، الآيس كابات، بس دول أنا شارياهم والله. أنا لو أعرف إن هي بتعملهم بالشكل ده كنت خليتها هي اللي تعملهم، بس بجد يعني سبحان الله الألوان طلعت متناسقة، وفي اللبس حلو قوي، بيدفي جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. بصوا التفاصيل والفينش تحفه. بصوا من ورا حتى ما تفرقوهوش عن قدام، يعني ما تقوليش ده الظهر بقى ومليان فتل والكلام ده، لا لا خالص. التقفيل تحفه بصراحه، انا مش عارفه فين بدايته وفين نهايته كبدايه الخيط ونهايه الخيط ما شاء الله، يعني مفيش حاجه باينه. وده كمان نفس الكلام، تقفيله ممتاز، الخامه حلوه قوي قوي قوي. ف يعني ربنا يبارك لأي حد بيحاول يجتهد وينمي موهبته أو يستغلها كمان في إنها تكون بإذن الله مصدر رزق ليه. ربنا يا رب يجعلنا أسباب دايما لرزق بعض. وهسيب لكم طبعا الجروب بتاعها في أول تعليق مثبت، اطلبوا منها أي شكل أنتوا تحبوه من على النت حتى، وهي بتقدر تنفذه. هسيب لكم طبعا صور كتير ليها ولشغلها طول ما أنتوا بتتفرجوا كده، بجد هيعجبكم جدا شغلها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. تعالوا بقى ندخل على المطبخ نعمل شوية بسكوت ومعجنات كمان، حاجة كده تحفة وأشكال أول مرة أعملها معاكم. أول حاجة حطيت هنا بيضتين، وهعمل دلوقتي البسكوت، فحطيت عليهم نص كوباية سكر تمام، وحطيت طبعا رشة الفانيليا بتاعتنا، هحط نص كوباية زيت ونص كوباية السكر اللي احنا حطيناها دي. المقادير هنا بسيطة جدا جدا، بس هتطلع معاكم شوية بسكوت والله فعلا بجد تحفة. يعني شكله يبين ان هو فيه شغل كتير قوي، لكن هو بسيط خالص خالص وكلنا نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهوله. المهم انا ضربته بالهاند بلندر عشان السكر عندي خشن شويه. حطيت عليه كوبايتين دقيق، الكوبايه الاولانيه ضفتها، الكوبايه التانية هحطها بس مش دلوقتي. لما نعجن الاول هتحسوا ان العجينه طبعا سايله ما تلمتش كويس. انا بحاول ان انا الم العجين بالراحه من غير عجن كتير. وبعد كده هضيف رشه الملح، حبه بسيطه جدا من البيكنج باودر، والكوبايه التانية من الدقيق.
لحد ما العجين يلم معايا يبقى كتله واحده. وساعتها بقى تعالوا هنفصل الكميه بتاعته على جزئين، عشان عايزين نصها تبقى شوكولاته ونص تاني يبقى فانيليا. دي ربع معلقه من البيكنج باودر، ربع معلقه كبيره. تمام كده. المقادير طبعا انا هكتبها لكم على الشاشه عشان تبقى عندكم بمنتهى السهوله. يعني تقدروا تسموا البسكوت ده بسكوت اقتصادي جدا جدا، والتايجر بسكوت التايجر الاقتصادي، لانه سهل جدا وشكله كمان مختلف. اتحداكي تلاقي حد عندك عامله قبل كده، او ولادك شافوا حد عامله قبل كده. المهم ان هو طعمه حلو جدا، ما فيهوش اي افتكاسات خالص ولا شغل كتير ولا حاجه. المهم لميت العجين. بصوا قسمت العجينه نصين، النص الاولاني هنسيبه ابيض والنص التاني هنسيبه بالشوكولاته، وهنلم العجين كده على قد ما نقدر. الجزء بتاع الشوكولاته ده هنحط عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام ومعلقه من الزيت. ليه؟ الدقيق او الكاكاو هيخلي العجينه بتاعتنا ناشفه بزياده، معلقه الزيت هتعادل الموضوع ده. تمام كده، عشان العجينتين يبقى مقدارهم واحد. هما لسه فيهم نسبة تلزيق شوية، عشان كده معلقة الدقيق هنا ومعلقة الكاكاو هنا هتعادل التلزيق الفاضل، اللي هو ايه، اللي لسه فاضل لنا شوية ده ان هو يتلم. حطيت هنا معلقة الدقيق، معلقة الكاكاو الخام، هحط كمان معلقة الزيت هنا، معلقة الزيت هنا، وهنبدأ نلم العجينة مع بعض. وخلاص كده بقت جاهزة. طبعا بنشتغل الاول في العجينة البيضة، عشان الشوكولاتة دي لو حطيتي ايدك فيها هتلوني العجينة التانية غصب عنك. اول مره اقول لكم بقى ان انا ما شغلتش الفرن قبل ما اشتغل. ليه؟ لان العجينه دي لسه هترتاح في الفريزر ساعه، مش هترتاح، هي لازم تتماسك عشان تدينا الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هنشكله سهل جدا. بصوا العجينه ما بتتشققش خالص بصراحه يعني. المهم بقى عجنت كمان الكاكاو. عايزه اقول لكم البقعه البيضه اللي في التونيك اللي انا لابساه نقطه كلور والله. فالتونيك كله سليم الا نقطه الكلور دي على الكم ده، ونقطه تانية على الكم التاني. فقلت بقى والله ما انا عامله فيه حاجه وهلبسه في الشغل، يعني هلبسه وانا بشتغل وخلاص. فالمهم بقى خلينا في موضوعنا. لميت العجينه بتاعه البسكوت زي ما انتم شايفين كده، وخلاص بقت تمام جدا. بصوا مفيش حاجه لازقه في الجدار، معلقه الكاكاو خلت التلزيق ده يروح. تمام كده. هنبدا بقى نشكلهم. كل اللي عليك ان انت هتفردي البسكوت بتاعك ده على مفرش او على كيس تلاجة، كيسين واحد تحت واحد فوق، وافرديه سمك رفيع جدا جدا. خلاص كده. وبعد ما تفرديه هتبداي تشكليه بقى باي قطعه عندك تكون مدوره. ما عندكيش قطعات مدوره يبقى بالكوبايه بسلطانيه. المهم احنا عايزين منه دواير رفيعه على قد ما تقدري. بصوا انا بفرده، ده فرده هنا بيكون اسهل بكتير لما تحطي كيس او على مفرش. دي القطعه اللي عندي. طبعا هقطع بالجزء المتساوي مش بالمشاشر. وهلم العجين افردها تاني واعمل منها كور تانية وهكذا. خلاص هنسيب الدواير دي على جنب، هحطهم في صينيه، مش صينيه الخبز لسه، احنا مش هنخبز دلوقتي، احنا لسه بنشكل لحد ما اعمل بقيه الكميه. بصوا بقى الفرد قد ايه رفيع جدا، مفيش سمك للبسكوت. هخلص الكميه كلها بتاعه الابيض هعملها هي في الشوكولاته. بصوا دي الكميه اللي طلعت. كميه الشوكولاته طلعت اكتر ببسكوتين. تمام. فما تضايقوش يعني ان انتوا معرفتوش تقسموا الكميه بالظبط، عادي يعني. نفس الكلام هعمله هنا. خلاص لحد دلوقتي الموضوع سهل جدا. هتشوفوا بقى طريقه التشكيل اللي جايه مش هتخطر على بالكم والله ان هي هتدي شكل التايجر اللي انتوا هتشوفوه. قطعتها برضو اهو. بس عملنا الكميه دي. خلاص كده. تعالوا بقى نشكلها. هناخد الاول دايره بيضه او دايره سودة والعكس، واحده فوق التانية واحده فوق التانية. عشان كده طلبت منكم ان احنا هنقطع البسكوت سمك رفيع خالص. ليه؟ لان هو دي مش التقطيعه النهائيه اللي هيتخبز بيها، لسه هيتلم على بعضه وهو طبقات كده، وبعد كده يتقطع بعد ما يجمد بقى. ان تقطيعه لما يجمد هيكون اسهل عليكي بكتير، هيديكي شكل منتظم. السكينه هتمشي فيه بسهوله جدا من غير ما يتعجن منك تاني. اهو انا عماله احط. بصوا بقى البرج اللي احنا بنعمله ده لو مال بيكي شويه مش مهم، ما تيأسيش، كملي ولا كأنك شايفه، هو هيتماسك عادي. خلاص العجينه خلصت. اتبقى معايا اخر قطعه شوكولاته. حطيت قطعتين على بعض بقى لان هما كانوا 2. خلاص كده. هبدأ بقى الفهم في كيس بلاستيك من اللي احنا اشتغلنا فيه. هفرده، اقوم حاطه فيه العجين الرول بالشكل ده. بس كده الكيس هيساعدك جدا ان انتي تلفيهم على بعض. اهي بصوا القطعه الاخيره دي هفردها كده اي كلام واحطها، مش هتبان ولا اي حاجه. هنلف بقى وهنبدا ان احنا نحاول نمزج المكونات مع بعض. فاللي هيساعدك هو الكيس زي ما اتفقنا، ولما تحطيه على الرخامه وتفضلي بقى ايه تروليه بالشكل ده، وتضغطي في نفس الوقت عشان الاسطوانه تبقى عريضه شويه.
هو لما بيدخل الفريزر بيمسك في نفسه اكتر، وتحسوا كده ان هو ايه، بقوا منتميين لبعض اكتر، بدل ما كل بسكوته منفصله عن التانية، لا هتلاقيهم خلاص طلعوا كده كلهم ممتزجين كويس. قفلتهم كده زي البونبوني، وابتديت ان انا اقفل عليهم كويس واديهم كده مقاس ضيق عشان ما يبعدوش عن بعض. تمام اهو. هقفل برضو من الناحيه التانية عليه، احاول ازمه كويس على قد ما اقدر. هندخله الفريزر ساعة ساعتين، ساعتين اكتر حاجة، ما تزوديش اكتر من ساعتين عشان هيتجمد جامد قوي، السكينة مش هتمشي فيه. فعشان تسهيلا عليكي حطيه ساعتين بس مش اكتر، انسيه بس الساعتين دول، ما تستعجليش عليه عشان السكينة تمشي فيه بسهولة. ده كده شكله تمام. هندخله. تعالوا بقى نعمل عجينة تانية وهي على المخبوزات. انا كنت بشتغل كده ورا بعض عشان قلت اخبز بالمرة الحاجات ورا بعضها. حطيت هنا كيس خميرة، حطيت عليه معلقتين من السكر، وحطيت كمان بيضة. المعجنات دي بقى مش طبيعية، اقسم بالله مش طبيعية. انا عملتها على فكرة قبل يوم الجمعة اللي فاتت، حبيت بس انزل لكم روتين يوم الجمعة الاول عشان يبقى في حافز ليكم. زي ما شفتوا كده صلاة الجمعة بجد كان نفسي قوي اوصل لكم كل حاجة عشتها فيها قبل ما انسى. فاهمين ازاي؟ فاجلت الفيديو ده انزله لكم بعد الجمعة، مش مهم. المهم بقى حطيت هنا اللبن، لبن دافي، لبن دافي خالص. تقدري طبعا تحطي ميه، وتقدري تحطي معاها لبن بودره لو انت مش عايزه تعجني بلبن، وكله كده تمام. خلاص قلبنا بقى كل ده على الناشف. انا مش هشتغل بعجانه، انا هشتغل بايديا، والموضوع سهل قوي. انا عملت هنا نص كيلو من الدقيق. تمام، نص كيلو من الدقيق حلو جدا، هيطلع معاكي صينيه كبيره بشكل والله العظيم ما شاء الله يعني. طبعا الكيلو هيطلع معاكي صينيتين او صينيه كبيره، صاج الفرن بقى كبير وكده، بس احنا عايزين صينيه مدوره عشان هتشوفوا معايا الشكل النهائي تحفه وسهل ازاي، ومحشي جبنه حاجه كده خرافيه والله العظيم. الصينيه بتاعت المخبوزات دي قعدت معايا يوم اللي انا خبزته فيه، واتبقى منه قطعتين بس للفطار تاني يوم فقط. فهي بسم الله ما شاء الله كميتها حلوه، طعمها خطير لا يقاوم. يعني كنا كلنا بنتلكك عشان ناكلها، عشاء بقى فطار غدا وسط الوجبات. المهم ان هي خلصت بفضل الله يعني. المهم بقى عجنت هنا كويس جدا لحد ما العجينه اتلمت معايا، وانا بحب احط لها كمان نقطتين زيت في النهايه عشان تلم معايا اللمه الاخيره. بصوا شايفين دي ايه اللي على الجدار؟ نقطتين الزيت بقى اللي في الاخر دول، اللي بقول دايما اقول لكم سيبوهم نحطهم في الاخر، ما تستعجليش وتحطي مقدار الزيت كله مره واحده في اول العجن. بيفرق جدا جدا في ان العجينه معاكي تبقى سلسه وناعمه، وتفصل عن الصينيه اللي انتي حاطاه فيها. على فكره ما عجنتش كتير ولا اي حاجه، المده ما كانتش كبيره، بس اهم حاجه انك تبقي عارفه بتعجني صح ازاي. خلصنا كده عجن العجينه كلها، بقت تحفه، هتديكي نتيجه خطيره رغم ان انا ما عملتش فيها مجهود كبير. بصوا بقى بوريكم ان الجوانتي ما فيهوش نقطه عجين ولا الطبق، لميناها كلها باخر معلقتين زيت اللي احنا حطيناهم. بس كده هسيبهم يخمروا طبعا واغطيهم كويس قوي. كل ده انا لسه سايبه عجينه البسكوت في التلاجة، قلت لكم محتاجه في الفريزر ساعتين. فطبعا عجينه البريوش اللي احنا بنعملها دي خلصت قبليه. خلاص كده خمرت، تعالوا بقى نفردها ونشكلها. تشكيلها برضو سهل قوي، ركزوا بس معايا كده هتلاقوا ان الموضوع يعني تافه ما فيهوش مجهود ولا حاجه، هو بس شكل المعجنات في الاخر بيبقى حلو. تقعدي تقولي ايه ده اتعملت ازاي مش عارفه ايه، في الاخر هتلاقي يعني تشكيلها سهل خالص. المهم انا هكورها كور. كام كوره؟ 8 والتسعة، يعني هما 9 كور. تمام كده، بس احنا مش كلهم هنعملهم بنفس الشكل، هتشوفوا معايا يعني ازاي. المهم ان احنا عايزين عدد فردي من الكور. خلاص كده يعني جت معاكي 9، جت معاكي 11، جت معاكي 7، بس 9 انا شايفه ان هما عدد كويس. بصوا عندي هنا قالب جبنه، دي جبنه دومتي على فكره، جبنه دومتي الفيتا، فانا عشان ما بستخدمهاش كتير، قاعده عندي بقالها كتير قوي، قلت لا حرام لازم استخدمها. الجبنه احنا دلوقتي هنحطها في المعجنات، بس هي العجينه اللي احنا هنعملها او التشكيل اللي احنا هنعمله هتبقى العجينه مفتوحه والجبنه باينه منها. في الحاله دي الجبنه ايا كان نوعها لما بتتعرض للحراره بتسيح نسبيا وبتطلع بره العجين، هتديكي شكل وحش وهتبقى مش محشيه كويس. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ هنحط على الجبنه نفسها نشا، معلقه كبيره ونص مليانين من النشا. ما تقلقوش خالص من النشا، هو كده كده هيدخل الفرن هيتستوى، يعني مش هتبقى نيه ولا حاجه. واخدين بالكم ازاي؟ الجبنه دي ما حطيتلهاش اي اضافات. انت بقى عايزه تحطي لها منكهات، زعتر، حبه البركه مثلا، نعناع ناشف، براحتك، بس انا ما حطيتش. دوبت كمان هنا معلقتين من الزبده، مش اكتر من كده، انا مش عايزه اكتر من كده. زبده بقى، سمنه،
زبده فلاحي، حتى زبده صفرة، ايا كان. المهم بقى هاخد كوره كوره من العجينه افردها على قد ما اقدر برضو مدور، لان هي مش شرط خالص تيجي معايا شكل مدور، بس تمام يعني. هاخد بقى رشتين كده من الزبده اللي احنا سيحناها على الدايره كلها اللي احنا عاملينها. حاولي ما تكتريش، اول واحده كترت معايا عشان كده طلعت من العجين، هتشوفوا دلوقتي. بعد ما حطيتي رشه الزبده بتاعتك اقفلي عليها نصين وقفليها كانك عملتي ايه، نص رغيف حواوشي كده. قفلي كويس. تمام، احنا لسه في مرحله التشكيل ما خلصتش. هديها فرده بسيطه جدا بالنشابه. الزبده هنا هدفها ان هي تديكي توريقه للعجينه او للفطيره. تمام، اهي فتحت وطلعت منها حته زبده، مش مهمه خالص، هنكمل ولا كاننا شايفين. بعد كده بقيت عندك نص دايره، هتيجي بقى على الطرف اللي على اليمين ده هتحطي معلقه جبنه، والطرف الشمال معلقه جبنه تانية، وتبداي تقفلي. الجبنه بصوا بقى عامله ازاي هنا عشان فيها نشا، مش هتطلع منها ولا نقطه وهي بتتخبز. هي دي بقى الحل السحري لاي معجنات بتعمليها، وبتبقى نتيجتها معاكي مش حلوه بسبب ان الحشو او الجبنه عموما لو انت بتحشي بيها ايا كان نوعها، حتى لو موتزاريلا، بتطلع منك. فمعلقتين نشا بس يخلوا القوام تمام جدا معاكي، فده بيخلي الجبنه ما تطلعش ابدا. بصوا قفلت عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني الشرح بالكلام مش هيبقى موافي زي ما انتوا شايفين. اهو شايفين الجبنه باينه ازاي، هو ده اللي احنا كنا خايفين منه، ان الجبنه تطلع من العجين. هعمل واحده كمان قدامكم وهكمل الباقي مع نفسي، عشان طبعا اختصارا للوقت. اهو فردت واحده هعملها دايره على قد ما اقدر، دي هتيجي معايا دايره شويه، وبعد كده هنحط لها نقطتين زبده ندهن بيها الوش بتاعها، وبعد كده نقفل زي نص الفطيره او نص الرغيف، ونبدا نحشي الجبنه. هل نقدر نحشي حاجه تانية؟ ده اكيد يعني، مش شرط خالص تبقى جبنه، بس ما تتسابش ساده. يعني المعجنات دي حلوه في انها عامله زي سندوتشات كده، مش عيش، فعشان كده لازم نحشيها. فابسط حاجه هي الجبنه متوفره عندنا في اي بيت، حتى لو جبنه قريش نكهيها وحطيها وامزجيها بقريش، قصدي موتزاريلا، امزجيها بحته جبنه فيتا، المهم يعني تديها طعم. حطيت برضو هنا على الطرف ده حته جبنه، وعلى الطرف التاني حته جبنه، وبلف من هنا ومن هنا عامله زي كون الايس كريم كده. قفلي بس كويس على الجبنه من الاطراف اهو. بصوا اديتها لفتين، ومن الناحيه التانية برضو لفتين، نقوم مقفلين من تحت كويس قوي. تمام، ومن فوق بتبقى الجبنه باينه. بس كده. تعالوا بقى نرص كل ده مع بعض في الصينيه. طبعا انا رشيتها رشه زيت، ودي كانت اخر قطعه عملتها. القطعه التاسعه بقى من العجين دي 8 اهم، شايفت ال8 لافين حوالين الصينيه. التاسعه بقى مش هتبقى نفس شكلهم، هتبقى مركز الورده بقى. فردتها حطيت فيها اخر قطعه جبنه، هي سبحان الله كفت بالعافيه كده، وقفلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كوره بس، وهبديها تبطيطه بسيطه جدا، واقوم حطها في النص. طبعا لما هيخمر كل ده هيتضاعف حجمه كده وهتملى الصينيه. بس كده. المهم بقى هنا عندي على اخر حبه زبده اتبقوا حطيت صفار بيضه، حطيت عليهم نقطتين لبن، ودول اللي انا هدهن بيهم الوش. مهم قوي تدهنوا وش الفطاير دي، هتطلع معاكم خرافيه والله بجد. دهنت وشها بالصفار البيضه وشويه اللبن، وفي نفس الطبق اللي كان فيه الزبده عشان ما هدرش يعني. وبس عايزه بقى ترشي على وشها سمسم حبه البركه زي ما تحبي، او كمان ممكن تحطي في العجينه نفسها السمسم وحبه البركه لو انت يعني حابه الموضوع يبقى جوه الفطاير نفسه. الفرن بقى انا كنت مسخناه طبعا عشان الفطاير تدخل تستوي على طول، كانت خلاص خمرانه ما فيهاش حاجه ناقصاها، الفرن سخن هتدخل على طول وتطلع لي بعد تلت ساعه تقريبا، حاجه بقى كده تحفه. وهي في الفرن قلت اشتغل في البسكوت، كان قاعد خلاص الساعتين بتوعه. تعالوا نفتح عليه. بصوا بقى بالسكينه، سكينه كده كبيره حاميه، تبقي مش متردده وانتي بتقطعي، تنزلي بالسكينه كده مره واحده في البسكوت، عشان انتي لو خايفه متردده ايدك مش عافيه كده على البسكوت هيبقى متبهدل معاكي، مش هيديك الشكل اللي انتي عايزاه. فخليكي واثقه كده من تقطيعتك، وانزلي كده مره واحده بالسكينه على البسكوت بميله. الميله دي هي اللي هتديكي شكل التايجر اللي انتوا يعني مستنيينه. طبعا على قد ما تقدري حاولي ترفعي حجم البسكوته، بس مش قادره اقول لكم والله فعلا تحفه. زي يعني الولاد كانوش مصدقين ان انا عامله الحاجات دي في البيت عشان تشكيلها حلو، يعني تحس هي ما فيهاش اي حاجه جديده ولا مكونات غريبه ولا حاجه، بس هي التشكيل هو اللي بيفرق. الصينيه هنا مش مدهونه اي زيت، لان البسكوت من الحاجات اللي فيه دسم، فطالما الحاجه عندك الومنيوم مثلا او حتى تيفال او الكلام ده ما بيلزقش خالص، مش محتاج ورق زبده. ابتديت ارص اهو. بصوا بقى تحفه ما شاء الله بجد، شكله حلو قوي.
بس انا ما بططتهوش بقى، التبطيطه بتاعت البسكوت لو انتي بططتيه بيغير شكله. يعني في كام واحده كده فوق انا بططتهم، حسيتهم هيفكوا من بعض او غيروا من شكلهم شويه، فانا سبتهم بقى زي ما هم كده، وهم بحراره الفرن بتلاقيهم بيريحوا وبيدوكي الشكل الحلو. تعالوا بقى، طلعنا العجاين ودخلنا البسكوت. بصوا بقى المعجنات عامله ازاي، كانت خطيره والله العظيم. بصوا بقى هوريكم من جوه، هتقولوا ان هي كانت معجونه في عجين مش على ايدينا. العجينه فعلا سهله وحلوه ولذيذه، ما فيهاش اي زفاره للبيض، عشان برضو ايه ااكد المعلومه دي للناس اللي ما بتحبش البيض في المعجنات. طعم البيض اللي على الوش الفطاير مش باين، ولا اللي معجون في جوه الفطيره باينه. بصوا انا حاولت اقطع لكم واحده كده، حاجه كده مورقه، ويعني مش قادره اقول لكم قطن. الجبنه بقى، حشو الجبنه اللي طعمها خطير. بصوا تقسموا كده الفطيره الاتنين كانها سندوتش جبنه بالظبط، جواها جبنه ماسكه نفسها. الفطاير نفسها خفيفه، بصوا عامله ازاي اهي. الجبنه من جوه تحفه، ما اتحركتش من مكانها سنتي. بجد مش هتبطلوا اكل فيها. وممكن كمان ايه تتعمدي تعملي كميه اكبر. انا نصيحتي ليكم اعملوا كيلو كامل، لان فعلا هتعجبكم قوي. هتحسوا ان الصينيه دي مش كافيه خالص، لان طبعا لو شلتي منها في الفريزر هيكون احسن. انا عملت الصينيه دي زي ما قلت لكم، ما تشيلش منها حاجه في الفريزر خالص والله. البسكوت بقى بصوا ما قعدش برضو غير ربع ساعه، مش اكتر من كده خالص. اخد لون حلو جدا، وبصوا منفصل ازاي بسهوله عن الصينيه. شكله بقى روعه. هتيجي تاكليه بقى هتحسي ان طبقات البسكوت اللي هي شوكولاته والفانيليا بدات تنفصل عن بعضها كده وانتي بتاكلي. فكان ممتع جدا في اكله. طبعا ده عايز كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، يعني حلوه قوي مع اي حاجه دافيه. ممكن تنكهي الجزء اللي بالشوكولاته ده بمعلقه نسكافيه كمان وانتي بتعجني، ده لو انتي حابه يعني. انا عملت جنبيه كوبايه كابتشينو كده، لان ما كنتش شربت قهوه. لحد دلوقتي انا ما لقيتش ولا ماركه مش مقاطعه. في ماركه كده كنت جبتها اللي هي برافو باين، حلوه جدا، بس مش بلاقيها دايما التلاتة في واحد. فللاسف كل ما اجيب نوع وافتكر ان هو مصري الاقيه مقاطعه بعد البحث الشديد بقى والحاجات دي. فالحمد لله خلصنا بقى البسكوت والمعجنات. تعالوا ندخل في الغدا، من حقنا بقى نعمل غدا، يعني بتستحيل نعدي اليوم كده ونكتفي بالمعجنات ونخش ننام. المهم بقى طلعت حاجه سهله وبسيطه، يعني بما اني تعبت وبذلت مجهود. طلعت هنا عدس اصفر ورز وبصله صغنونه مفرومه، وكمان شويه الاجنحه دي. دول الاجنحه اللي احنا كنا متبلينهم في تتبيلات الشهر. كانت تتبيلتهم خطيره، ما فيهاش اي حاجه على فكره يعني صعبه. بس انا فكوا يعني متجمدين نص تجميده، لسه ما فكوش للاخر. بالتتبيله بتاعتهم كده فرشت اللايه بتاعتي ورق زبده، وبدات ارص الاجنحه دي. ده كيلو من الاجنحه تمام كده. المهم يعني هنعمل لهم كمان دلوقتي يعني صوص كده نلمع بيه الوش بعد ما يستووا ويخشوا في تسوية، عشان الصوص ده بيخلي لونهم تحفة وطعم بقى رهيب. هو الصوص بتاعهم تحسوه مسكر شوية، بس فعلا بيبقى رهيب ولايق جدا جدا على الأجنحة، ويمشي كمان مع دبابيس الفراخ المشوية. كنت قلت لكم قبل كده ان انا بحب جدا الاجنحه اشويها في القلايه، بتديها نتيجه روعه وتستوي بسرعه جدا. انا شلت على فكره المصفى بتاعه القلايه وحطيت في قاعده القلايه على طول، عشان ابعد قد ما اقدر عن لهب القلايه، عشان تاخد وقتها في السوا. التتبيله بتاعتها بقى حطيتها معاها عشان ما تتحرقش مني بقى بسهوله، يبقى ليها صوص كده ياخر لي شويه من التسويه عشان تستوي فعلا من جوه، ما تبقاش من جوه نيه. على النار بقى هنا حمرت بصلايه الصغيره اللي انتوا شفتوها دي، غسلت الرز والعدس وضفتهم على البصله، وهنحط لهم الملح والميه السخنه. بقى عندنا كشري اسكندراني سريع جدا ومفلفل، لان الميه السخنه هي اللي بتفرق في تسويته. ومهم قوي تحطي البصله دي، بتديه طعم حلو جدا. من غير البصله على فكره ما بيبقاش طعمه كشري، سبحان الله بجد. حطيت له بقى الميه السخنه ونسيبه بقى يتشرب على اقل من مهله. وتعالوا نرجع للاجنحه. الاجنحه انا بسيبها نص ساعه بالظبط متواصل. اول 10 دقايق او ربع ساعه بطلعها اقلبها على الوش التاني. وتعالوا نعمل لها صوص الحلو ده. حطيت هنا السويت شيلي ده صوص حلو قوي قوي قوي، معاه معلقه عسل، خلاص عسل نحل، وشويه زيت، ملح وفلفل اسمر، وبس كده. الصوص ده تقدري تدهني بيه وش الاجنحه او دبابيس الفراخ تحت الشوايه، بيطلعها لك لونها رهيب ومكرمله كده، وطعمها في نسبه تسكيره، بس حاجه ما حصلتش والله بجد. جربوها هتعجبكم قوي.
مع عصرة ليمون كمان في الاخر، يا نهار ابيض بقى، رهيبة. المهم بقى قلبت هنا الاجنحة بعد اول ربع ساعة، طبعا الوش التاني لسه محتاج تسوية، وزي ما قلت لكم انا حاطة معاها الصوص اللي نازل منها، فتحسوها كده ايه لسه ما اتحمرتش، لان عمالة تشرب في السوائل، فهي ما انا مش مستعجلة عليها خالص. هديها ربع ساعة تانيين على الوش ده، وبعد كده هندخلها اخر 10 دقايق بالصوص اللي احنا عملناه عشان تاخد اللون الحلو من ورا ومن قدام. بس هي كده استوت، فاضل لها بس تاخد اللون اللي قلت لكم عليه بالصوص اللي احنا عملناه اهو. هدهنها بالفرشه كل قطعه كده اديها حقها وخلاص. هي اصلا متبله ببصل مفروم وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، يعني اللي انت عايزاه تبليه بيها. اهم حاجه الصوص الاخير اللي انت هتحطيه على الوش ده هينقلها نقله تانية خالص. تعالوا بقى نغرف، غرفنا الكشري وهنغرف كمان الاجنحه، هوريها لكم خطيره ازاي. صراحه طلعت رهيبه. كيلو بيعمل قلت لكم قبل كده تقريبا 13 جناح. دي اجنحه صافي بجيبها من فتح الله، مش بالرقبه بتاعتهم، تمام؟ عشان في بتوع فراخ بيبيعوا الاجنحه في حاجه اسمها هيكل، بيديكي هيكل القفص الصدري رابط الجناحين مع بعض مع الرقبه، فكل ده بحسه هدر، ما بيعملكيش اي حاجه الا لو انت عايزاه شوربه. لكن الاجنحه عشان تاخدي منها كجناح بس تعمليه مشوي او تدخليه في صينيه او حتى تعملي بيه صينيه بطاطس، فانت محتاجه اجنحه فقط. فده عشان كده انا دايما بجيبها من فتح الله، قلت لكم قبل كده. بس عملت جنبها سلطه خضراء مش كتير، وشويه الاجنحه دول مع شويه الكشري التحفه دول، وخلاص كده الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. وتعالوا نشوف مع بعض القلايه بتاعتنا هنغسلها ازاي تنظيفه عميقه كده زي ما طلبتوا مني. مبدئيا كده انا غسلتها تاني يوم، ودي اول نصيحة حابة اقولها لكم، ما تأجلوش غسيل القلاية، خليها اول باول كأنها طبق بتاكلي فيه، كأنها حلة استخدمتيها وغسلتيها. بلاش نحولها لقلاية الزيت بتاعت زمان اللي بنشيلها في فرن البوتاجاز اللي كان بيبقى مطرحها زيوت كتير قوي ودهون، لان فعلا بيأثر عليها. انا بقول لكم بنصحكم رغم ان انا مش عاملة بالنصيحة، لان والله وقتي ضيق جدا. فالمهم يعني انا جبتها بفتح عليها المية السخنة، بنزل الدهون والحاجات بقى اللي لازقة فيها مطرح الاجنحة اللي احنا عملناها دي، وشلت منها كل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده استخدمنا الميه السخنه، طبعا ما نطفتهاش ولا حاجه، احنا بس اتخلصنا من الدهون. هحط بس مسحوق صابون المواعين العادي خالص، طبعا هو زاد مني شويه برضو، ما تاخدوش في بالكم، حطي من الكميه المعقوله. حطيت بعد كده كربوناتو او بيكنج باودر المتوفر عندك، وشويه الخل اللي هيفور معانا البيكربوناتو دول. وبعد كده بقى بتكوني مسخنه الكاتل بتاعك على ميه سخنه. انا حطيت الشبكه عشان هي كمان يعني استغل الموضوع في تنظيفها، زودت الخل عشان يوصل للقلايه للشبكه كمان ويغطيها. سيبي التفاعل فيها شويه لحد ما الميه تغلي. انا فضلت سايباها لحد ما شغلت الكاتل وسخنت الميه، حطيت ميه مناسبه بحيث انها تغطي الشبكه كمان، ودخلت الاتنين دول القلايه الهوائيه، شغلت عليها 5 دقايق، ما كملتش ال5 دقايق كمان والله، انا قفلت عليها قبل ما تكمل ال5 دقايق. الغليان الميه جوه والقلايه شغاله. الاولا الرغاوي يعني خليكي حريصه ما تبقاش عاليه قوي، وما تخليش الميه كتيره جدا في القلايه فالميه توصل للهب او للهيتر بتاع القلايه، تمام. تاني حاجه ان البخار اللي طالع من غليان الميه جوه القلايه هيأثر على جدران الدهون اللي على الشبكه كلها وعلى الحله من الداخل، فهيبقى ليها تأثير حلو قوي في التنظيف. المهم بعد ما خدت القلايه كده بعد دقيقتين 3 مش 5، اخدتها بقى على الحوض. دعكت الاول الشبكه اللي معايا دي، على فكره ليفه مواعين اللي هي الاسبونشه، هي لونها رصاصي شبه السلك بس هي خفيفه من جوه سفنجه، تمام كده. يعني اهم حاجه تكون حاجه ناعمه. ليفت القلايه كويس، بس عايزه اقول لكم برضو كتر الاستخدام في القلايات وكده بيبقى ما بتبقاش نظيفه 100%، بيبقى فيها نسبه دهون متكتله كده على جدرانها، يعني هي عشان للامانه ما بتبقاش سهله التنظيف زيها زي ما تكون جديده، تمام. يعني بتنضف وكل حاجه، بس بتبقى لسه مازال سطحها خشن شويه من الدهون اللي عليها، بس كده. لكن بتنضف وتبقى حلوه جدا وتقدري تستخدميها عادي. تاني حاجه بقى عايزه اقولها لكم، انا كنت اول ما اشتريتها كنت بنضفها بالمذيب الدهون اللي احنا بنشتريه بقى للدهون اللي بتبقى في الشفاط المطبخ، للحوائط، للحاجات اللي فيها دهون في المطبخ عموما. كنت برشها بيه واسيبها تتاثر بيه، بعد كده اقوم شطفها بقى ودعكاها والكلام ده، كانت بتاثر عليها تاثير حلو وتنضفها. بس بعد كده ادركت ان دي مواد كيميائيه تقيله شويه، فهتاثر على الماده اللي مطليه بيها القلايه كلها من بره ومن جوه، فبصراحه بطلتها. غير ان هي بتسيب ريحه جوه القلايه، يعني باجي استخدم بقى القلايه بعد كده في الاكل بيبقى فيه ريحه المنظف ده لسه ما زالت جوه القلايه، فبطلتها بقى بصراحه لعده الاسباب اللي انا قلتها لكم دي.
فالميه والصابون وشويه الخل والبيكربونات حلوين جدا كفيلين ان انت تنضفي قلايتك كويس قوي. خلصت بقى انا كده، شطفتها كلها، شطفت كمان الشبكه والحله كمان هشطفها دلوقتي، وخلاص كده ما شاء الله نطفت واقدر استخدمها بعد كده. في اكلات على فكره في القلايه ينفع استخدم فيها ورق الزبده عشان احافظ عليها، وفي اكلات بصراحه بحسها محتاجه الشبكه تبقى مخرمه فعلا، وان الهواء يكون طايلها من فوق وتحت عشان ما تنزلش ميه بزياده وما تدينيش نتيجه قلي، تديني نتيجه عاديه جدا زي ما بعملها مثلا في طاسه ولا حاجه. ففي حاجات بصراحه بحب اعملها في الشبكه على طول، وده بيأثر عليها شويه في ان هي بتراكم عليها دهون. المهم بقى دي فوطه حطيت فيها ميه بصابون برضو، ونضفت القلايه بقى جسمها من جوه الاول، بشيل اي دهون حواليها. طبعا احنا شايلين الفيشه. تاني حاجه القلايه حاولي تكون بردت عشان اللهب ما يلسعكيش وانتي بتنضفيه من جوه كده. واخر حاجه عملتها بقى والفوطه نظيفه، عملت الجسم بتاعها من الخارج كله، لمعتها بقى كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه عندي مكان البصمات اكون خفيته، لو في دهون برضو من بره، كل الحاجات دي بلمعها كويس جدا لحد ما القلايه تنضف معايا وتلمع، رغم انها سودة بس بيبان فيها الاتربه، بيبان فيها الدهون. الجزء اللي انا بنضفه ده ضيق شويه تجويف كده، فبحط فيه ظهر المعلقه وفي الفوطه وبمشي بيه عشان انضفه من اي اتربه او بواقي فتافيت او حاجه من دي. وبس كده تنظيفها سهل جدا، ده بناء على رغبتكم. والله كذا حد كتب لي في التعليقات بقاله كام فيديو عايزين تنظيف عميقه للقلايه، حبيت اشارك معاكم الحاجات البسيطه اللي انا بعملها معاها، ويا رب يعني تتجنبوا الحاجات اللي انا ما بعملهاش عشان ان شاء الله قلايتكم تنضف احسن من بتاعتي بكتير. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. ما تنسونيش من دعائكم الصالح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. مع الف سلامه حبايب قلبي.